نشوفوا الحالات مع بعض. انت ممكن تناقش الكابتن جمال الشيخ. انا هناقش الكابتن جمال، بس اللي انا شايفه عشان دلوقتي اللي انا شايفه ان الحكم اضر في الاهلي في الملعب. لكن وانا هوريك الحالات اللي انا بقول لك عليها. لا المفروض انت تبدا. طب وانا المفروض ان انا ارضى باللي الحكم عمله في الملعب؟ انا ما ارضاش بالكلام ده يا هشام. لا انت ترضى. انا بعلق على مستوى الاهلي النهارده. الاهلي قدم مباراه كويسه، قدم روح، قدم جري، انما في اخطاء اثرت على الحكم. انا في فرصه في الدقيقه 81 يا هشام. انت ترضى ولا ما ترضاش؟ انا بعلق على اداء الحكم. هذا قرار الحكم. ماشي، ما انا بعلق على قراره. انا ليا الحق ان انا اعلق على قراره. لكن لان قراره اضر بالاهلي في الملعب. مثل ما قلت واعيد وكرر ان الاهلي مثل ما يعرف يفوز لازم يعرف يخسر. مثل ما تعرف تربح تفرح لما الاهلي يفوز، لازم تعرف تقبل الهزيمه ايضا للحكم. هذا شيء ثاني. لكن احنا قلنا وانه الاداء الاهلي كان ممتاز. يستشيبوا اعترفوا باداء ممتاز. يعني الحكم هذا موضوع طرف اخر في الموضوع. افتقدنا عمق هجومي النهارده في مباراه الذهاب في مصر. انما لما بتكلم على تحكيم، لان انا شايف قرارات حكم اثرت بشكل كبير جدا على النهارده. الوداد استحق الفوز يا هشام نتيجه مباراه الذهاب. قدر يخرج من وسط ملعب النادي الاهلي باداء جماعي ممتاز. مدرب قدر يوظف اللعيبه صح. النهارده افتقدنا عمق هجومي ينهي هجمات، افتقدنا تمركز صح في الهدف اللي دخل فيه. لا، ما هو ده سبب. انا بتكلم على الاسباب. كان اولها الحكم. بعد كده اول السبب. ايوه انا بتكلم في الاسباب. الحكم مش عدم وجود راس حربه. ما انا بتكلم ده سبب. انا بتكلم في اسباب يا هشام. انت وقفت عند اللقطه عند الحكم. انت لازم تسمعني. انت بديت. انت لازم انا سمعتك. ايوه اسمع. قلت لي الحكم. قلت لك الاسباب. اول حاجه الحكم. تبدا في الحكم. يعني ايه؟ مش حقي ان انا وانا خلاص يعني الحكم حاجه غير الحكم. انا حقي ان انا اتكلم على الحكم. اما يجي كابتن جمال هيناقشني ويقول لي القرار ده لا كان صح، القرار ده كان غلط. هو عندك حق تتكلم في اللي تحب عليه. لكن احنا تعلمنا في البيين وانه عندنا محلل تحكيمي. ايوه انا هناقشه. انت مش بتسالني عن رايي في المباراه يا هشام. مش بتسالني عن رايي في هذه. اسمع، احنا نلمح شيء، لكن في النهايه التحليل يبقى للكابتن جمال. يعني نستنى الكابتن جمال، لا نتعمق انا ما تعمقتش دلوقتي. انت بتسالني عن رايي في المباراه لانه اثر على نتيجه المباراه. كابتن جمال كان معانا في الجد، ما عليه ولا شيء. الكلام ده دخل الان